اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جميله جدا، والنهارده عندنا حل مشكله جديده من المشاكل اللي بتظهر لنا في الكمبيوتر. لكن قبل ما نبدا نقول ايه هي المشكله، يا ريت تدعمونا كالعاده بالاشتراك واللايك في القناه دي عشان تحمسونا ان احنا نستمر في القناه. طبعا يعني لما حد يشوف كده ان هو بيعمل فيديوهات وتلاقي الناس فرحانه وبتقدر الموضوع بيفرح جدا. بس خلونا على طول نبدا في الحلقه بتاعتنا. الحلقه النهارده هنتكلم عن حل مشكله وهي هقولها لكم دلوقتي. فخلينا نقول مثلا ان انا بدور على مسلسل اللعبه الجزء الرابع، فطلع لي اكتر من موقع عشان اخش عليه. فمثلا جيت عند موقع منهم عايز اخش عليه، هتلاقيه بيقول لك this site cannot be reached. check if there is a typo in كذا كذا كذا. if spelling is correct اعمل كذا وكذا وكذا. فالفكره بكل بساطه مش ان هو يقول لك there is a typo وكل الكلام ده. الفكره ان احنا محتاجين نحمل VPN عشان الموضوع ده يشتغل. طب ازاي نحمل VPN؟ في 50,000 طريقه، وفي اصلا دلوقتي فيديو هطلعه لكم دلوقتي على الموقع ازاي تحمل افضل VPN جوه الكروم. لكن انا دلوقتي عندي واحد محمله اوريدي، فهنختار مثلا اي كانتري. مثلا عندنا اوتو، عندنا جيرماني، يونايتد ستيتس وفرنسا وكمان عندنا هولندا. نختار اي واحده، مثلا نختار فرنسا دلوقتي وندوس كونكت تو VPN، وبعدها هيقعد يحمل شويه دقايق صغيره جدا. نعمله دلوقتي ريلود، هتلاقيه فتح عادي جدا من غير اي مشكله. بس فهي دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده. الموضوع بسيط، لكن محتاج بس تبقى عارف التريك بتاعت VPN وان هو مهم جدا عشان تعدي وتخش للفيديو وتتفرج عليه براحتك. فبس دي اللي كان عندنا النهارده. شكرا جدا ليكم المشاهده، ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، واشكركم على الدعم المستمر. مع السلامه.